هزة داخل برشلونة. هانز فليك يطرد نجوم كبار وتير شتيغن أول الضحايا. بدأ المدرب الألماني هانز فليك مرحلة التصفية داخل قلعة برشلونة مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد 2025 إلى 2026، حيث اتخذ قرارات جريئة وصادمة أبعدت أسماء لامعة عن حساباته وأشعلت أجواء ما قبل الموسم داخل غرفة الملابس الكتالونية. تير شتيغن الحارس المخضرم يواجه المصير الغامض رغم العقد الذي يربطه بالنادي حتى 2028. تلقى مارك أندري تير شتيغن صدمة غير متوقعة بعدما أبلغه فليك أنه لن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل. وصول الحارس الشاب خوان غارسيا وتجديد عقد تشيزني وضع تير شتيغن في موقف صعب، خصوصا في ظل معاناته من آلام الظهر. الإدارة ترى فيه فرصة لتقليل التكاليف بينما هو متمسك بالقتال حتى النهاية. إيناكي بينيا في الانتظار. الحارس الرابع في الترتيب إيناكي بينيا ينتظر بفارغ الصبر عرضا مناسبا للرحيل بعد خروجه من دائرة الاهتمام الفني. مصيره لم يحسم بعد، وقد يسافر مع الفريق في جولته الآسيوية، لكن كل شيء وارد خلال الأيام المقبلة. روميو على أعتاب الخروج. أوريول روميو صاحب التجربة الثانية مع برشلونة يبدو أنه يعيش فصولها الأخيرة. خرج نهائيا من حسابات فليك، والنادي يفكر في فسخ عقده بالتراضي. اللاعب يرغب في اللعب، وجيرونا يفتح له الباب للعودة. باو فيكتور خطوة للخلف من أجل العودة أقوى المهاجم الشاب باو فيكتور رغم تجديد عقده حتى 2029 قد يجد نفسه معارا هذا الصيف. فليك يخطط لجلب أسماء هجومية جديدة، ما قد يدفع باو لخوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة وسط اهتمام كبير من جيرونا.